أهلا بكم مشاهدي القناة، مرحبا بكم في فيديو جديد. إذا فصلت رسميا السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات في صحة الترشيحات وقائمة المترشحين لمنصب رئاسة الجمهورية، والتي ضمت 3 مترشحين إلى حد الآن. المترشحون الذين استوفوا الشروط هم كل من عبد العالي حسني من حركة مجتمع السلم، والمترشح الثاني يوسف أوشيش من جبهة القوى الاشتراكية الأفافاس، والمترشح الثالث هو عبد المجيد تبون مترشح حر. إذن هذه هي قائمة المترشحين لرئاسة الجمهورية بعد فصل السلطة المستقلة للانتخابات في صحة الترشيحات.